مرحبا، يسعد مساكم جميعا. على فكرة هلا حتى صح لي رد عليكم. شو بستعمل لعيني؟ شو الشغلات اللي نحنا لازم نحطها لعيننا؟ اول شغله قلت لكم بالفيديو اللي قبل، انتبهوا تحطوا اي شيء على عيونكم اذا كنتوا عم تنظفوا بشرتكم، لانه هون كتير رقيق، هون كتير رقيق، شايفين؟ اي شغله ممكن تأثر على حوالين العين، فنحن لازم نهتم على شغلات نحطها تحت العين. هلا طبعا في ناس عندها مشاكل بعيونها، عندها جورة مثلا، او عندها زراء، او عندها على بتحسوا على موف، او انتفاخ. في منهم وراثة وفي منهم ممكن يتعالج. هلا انا المشاكل هي الحمد لله ما عندي اياها، فانا بستعمل الشغلات العادية جدا. اول شغلة بستعملها اللي هي اذا انا كنت مثلا متحسس تحت عيوني او فوق عيوني بستعمل. فالفيديو اللي من قبل منزلته قايلت لكم انه انا بستعمل شيء اسمه ببانتين اوجن، هذا اللي حول العين. يعني اذا تحسسوا عيوني مشان ما انه استعمل شيء يكون له ضرر علي او يزيد الامر سوء، فبحط منه ما في شيء هو. والشغله الثانيه انا بزيل المكياج بهذا من غارنييه، هذا كتير اكيد اغلبكم بيعرفوا. حط لكم اياهم كلياتهم باخر الفيديو صوره. ما نشف لي عيوني ابدا، ولا حسيت انه عيوني صاروا ناشفين، بس لانه حوالين العين لازم دائما تترطب، فبرطبها بهذا من الدي ام بجيبه. هو اصلا للتروكني هاوت، يعني مشان للاوجن، هذا خصوصي بس بيرطبها، يعني ما في اي شيء. واخيرا اللي هو هاد من سيرافي، هاد لسواد تحت العين اللي بيخلفها السهر، تعب، الارهاق، يعني شي ممكن يتعالج. فهاد بحط منه حوالين العين. هذا كمان ما في شي ما انه بيعالج شغلات عويصة، يعني بس انه سواد مثلا تحت العين، انتفاخ، هيك شغلات بسيطة ممكن تروح. فهذا بتجيبوه من الصيدلية حصرا، ما بظن تلاقوا بالدي ام ولا بالروزمان. هيك منتجات بتشوفوها بالصيدلية طبعا. وفي من لاروشي بوزي كمان قريت عنه، كمان كتير منيح حوالين العين، بس هداك يعني بيعالج شغلات تانية حوالين العين وانا ما عندي اياها، فما بدي استعمل شي انا ما عندي اياه، مشان ما بدي اعود اصلا عيوني على هي المنتجات. مشان دائما الجلد هو لازم يعالج حاله بحاله ويتعود على الظروف المحيطة اللي